السلام عليكم. درس جديد من دروس تعلم نظر السياقة بالعربي. درس اليوم عن قاعدة اليمين. هذا الدرس ما راح يكون حسابات، راح يكون قانون، قاعدة مهمة لتنظيم السير. ببداية، شنو هي قاعدة اليمين؟ تعريف قاعدة اليمين: قاعدة اليمين هي إعطاء الأولوية للشخص القادم من اليمين في حالة عدم وجود علامة تنظم السير. الهدف من قاعدة اليمين هو تنظيم السير في الطرق اللي ما تحتوي على إشارات. يعني فإذا ناخذ مثال، راح أرسم هذا المثال. هنا عندنا تقاطع سيارة قادمة من هذا الاتجاه، ما راح تكون شوية واضحة. سيارة بهذا الاتجاه. ف... فإذا أنا جاي بهالاتجاه وهذا يميني، فإذا إذا هذا الطريق إذا هذا الطريق مو طريق رئيسي، شلون أعرف هذا الشيء؟ يعني إذا ما أكو العلامة إذا ما أكو العلامة المعينية الصفراء، يعني ما الرسم صار صحيحة، بس هو يعني العلامة المعينية الصفراء هاي معناها طريق رئيسي. هاي دائما من تكون موجودة التقاطع هذا دائما، او التقاطع هذا، يعني ما راح اباوع على هذا الاتجاه اليسار، لكنه اتجاه اليمين دائما اكو موجود بالمثلث المقلوب. المثلث المقلوب. فبهالحالة إذا ما موجود هذا الإشارة المعينية، فأعرف أنه هذا يجب إعطاء الأولوية للشخص القادم من اليمين. أوكي. فأحيانا هذه الإشارة تكون، يعني أحيانا تكون دائما قاعدة اليمين، يعني تسري، يعني يكون عندي إحساس بالشارع. مثلا الشارع يعني أكو وقت حتى أقدر أشوف أنه ماكو علامة تنظم السير، فأعطي الأولوية للشخص القادم من اليمين هذا الاتجاه. هاي القاعدة قاعدة اليمين بصورة مبسطة. اكو اسئلة عليها كثيرة واكو عليها علامات كثيرة، لكنه هي هاي الفكرة الرئيسية. في حالة في حالة عدم سريان قاعدة اليمين، في حالة إذا كان الشارع مرتفع، يعني إذا كان الشارع إذا كان التقاطع يعني مرتفع عن مستوى الشارع، بحيث السيارة راح تنزل، فهاي بهالحالة قاعدة اليمين لا تسري. هاي همينة ملاحظة مهمة. شكرا جزيلا على المتابعة، نلتقيكم بدرس جديد.